السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد، وصفة جديدة بإذن الله. الفيديو دوت يعتبر المخبوزات بتاع المحلات اللي برا. احنا هنعملها هنا في البيت بطريقة سهلة وجميلة، وعجينة ناجحة جدا، وبأشكال بقى مختلفة من العجينة. يعني العجينة دي عملنا منها كذا شكل مختلف، وبنفس العجينة ونفس المقادير. طبعا هتنفع معانا في أي من المدارس، ولو اللي رايحين بقى الشغل بدري، رايحين مكان نتفسح فيه، ماشية معانا وجميلة جدا وناجحة جدا كمان. يلا بينا على الطريقة والمقادير. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة ياريت تشتركوا. بسم الله. أول حاجة دوت، ده معانا نص كوباية لبن نيدو، ودوت نص كوباية زيت، ودولت 3 معالق سكر. اللبن النيدو 3 معالق يعتبر. ودوت عندنا معلقة بيكنج باودر، نص معلقة، ودي ذرة ملح. وعندي كوباية لبن مدفيها، طبعًا على خميرة فورية، والكلام ده كله على كيلو دقيق. أنا عندي طبعًا مَيّة للعجن، بعد كده هازوّد مَيّة للعجن. أول حاجة بقى بسم الله الرحمن الرحيم، أنا هاحط الخميرة. بدل نزلت بالخميرة هانزل عليها بقى بالسكر 3 معالق زي ما قُلنا، وبعدين كوباية اللبن أنا مدفياها. هو الجو برضه بدأ يسقّع الأيام دي، فإحنا ندفّي اللبن، ولو ينفع ندفّي الزيت كمان، يعني هيسهّل معانا في العجن. هاقلّب بقى عشان أطمن إن الخميرة اختلطت مع السكر واللبن الدافي. هاحط بقى البودر والملح، وهاحط بقى بقية المقادير بتاعتي، اللبن البودر. اللبن البودر ده إضافة، بس الصراحة بيدّي ريحة جميلة أوي في الخبز، وطعم جميل للمخبوزات نفسها. الزيت بقى هاحطه معايا. هنقلّب بقى المقدار دوّة. أنا بعد كده هاحط طبعًا مَيّة للعجن، لإن عندي كيلو دقيق، فلازمًا يبقى السوائل كفاية. ومَيّة العجن يعتبر خدت فيها كوبايتين، ودفيتهم في الأول. عملتهم في نفس كوباية اللبن يعني. آمم، طبعًا الجو بدأ يسقّع، فالأفضل إن إحنا ندفي الحاجات علشان العجينة تخمر معانا. حطيت يعتبر كوبايتين اهمت. يعني يعتبر مقدار كيلو دقيق خد معايا كوباية لبن وكوبايتين مية. العجينة في الأول هنحس إن هي بتلزق، بس بعد كده لأ، هتبقى ايه قوامها كويس. يعني أنا محتاجتش أرش لها زيت ودقيق ولا أي حاجة. هي فيها تلزيقة خفيفة، بس دي هتروح. أنا هرش لها بقى رشة زيت كده صغيرة على الوش عشان أطمن. شوفوا هي ما بتلزقش ولا أي حاجة. هديها بس رشة زيت كده على الوش، عشان ايه لما تخمر ما يبقاش متشققه معايا ولا اي حاجه، وتبقى جميله وناعمه وحلوه. هسيبها بقى تخمر. هي كمان ما شاء الله خمرت معايا بسهوله جدا، يعني يعتبر خدت ساعه في الجو دوت وخمرت وبقت ممتازه. انا هغطيها بقى في مكان دافي. شوفوا بقى ما شاء الله بعد ما خمرت بقت ممتازه ما شاء الله. العجينه دي انا هقطعها ل4 قطع. هديها بس البوكس المحترم الاول. آم، العجينة ممتازة ممتازة. هقطعها بقى ل4 قطع معايا علشان ايه اقدر اشتغل فيها. طبعا احنا ممكن نزود عن كده لو حابين، يعني تشكيلة اكتر من كده. بس هشيل بقى 3 وهبدأ اشتغل في واحدة. اول واحدة دي انا هفردها بالنشابة. اول واحدة دي انا عاملاها عجينة كرواسو، حشيها بالنوتيلا. هافردها بقى حلو. انا حطيت هنا على وشها رشة زبدة بلدي او سمنة، يعني المتوفر عندكم، عشان تديها برضو ايه نكهة كده جميلة يعني. هقطعها بقى ل4 ارباع، وكل ربع هقطعه ل3 بعد كده، عشان ايه ما تبقاش تخينة معايا، تبقى رقيقة وحلوة. هو كيلو، فاحنا يعتبر كل واحدة عملناها ايه ربع كيلو، يعني مقدار ربع. خلاص بقى انا هفتح لها فتحة صغيرة بعد كده، علشان ايه لما اجي الفها تتفرد معايا برضو بسهولة. ديت حشوة النوتيلا. طبعا انتوا براحتكم، عايزين تحشوها مربى، عجوة، جبنة، يعني الحشو ده يرجع لكم. هعملها بقى دي كلها. انا عايزه اقول لكم العجينه دي الولاد كلوها يعني بالهنا والشفا، يعني لكل اللي هيعملها بعد كده. هعملها بقى بالطريقه ديت، وزي ما انتوا شايفين. انا عايزه اقول لكم كمان، دهنه السمنه البلدي ديت بتخليها كمان ريحتها جميله قوي.
اتلفت معايا بكل سهولة. أنا هاحطها بقى في الصينية، وهاسيبها برضه إيه ترتاح شوية بعد التقطيع لحد ما أكمّل إيه العجينة الباقية بتاعتي. دوّة بقى الجزء التاني أنا هاقطّعه، دوّة هاعمله التوست هاقطّعه ل4/4، وكل ربع هاقطّعه بعد كده يعتبر 8 قطع. كل واحدة بقى هاعملها كورة كده، يعني مش لازمًا الكورة تبقى منظمة أوي، لإني بعد كده هارجع أفردها تاني. أنا هافردها تعتبر حاجة طولية، وأبدأ بقى أبرمها على بعضيها. أنا عايزة أقول لكم التوست ده خطير الصراحة، وإن شاء الله أنا هانزّل بعد كده وصفة مخصوصة للتوست بالطريقة بقى الأصلية بتاعته، بس هي الطريقة العجينة دي تنفع معايا. أنا عايزة أقول لكم إن هي نفعت معايا للتوست وللكرواسون وللبيتزا، يعني ممتازة جدًا. أنا بقى هارُص في الصينية كلّهم بنفس الطريقة. بعد ما رصيتهم في الصينية برضه اديت لهم مسحة كده إيه سمنة بلدي بالفرشة، يعني حاجة بسيطة جدًا، شيء لا يُذكر يعني. وهاسيبها تخمر، لازم التوست أسيبه يخمر بعد كده عشان حجمه بيتضاعف معايا. ديّة بقى اللي هو العجينة التالتة معايا. دي أنا هاعملها mini بيتزا. هاقطّعها، هافردها الأول طبعًا حلو. نكون يعني نحاول برضه نفردها إيه بسمك يعني رفيّع جدًا، لإن هي بعد كده هترتاح فهتعلى معانا. أنا هاقطّعها بقى بالشكل الوردة ده، شكل مختلف يعني مش لازمًا الشكل اللي هو الإسطمبة اللي إحنا عارفينه الدايرة. وادّاني شكل جميل بعد كده في التقطيع. أنا بالنسبة للبيتزا كنت مجهّزة الصلصة بتاعتها من قبل كده، وجهّزت بقى الزيتون والجبنة والحاجات دي. هو بالنسبة للبيتزا يعني لو نيجي نعمل الصلصة نعملها بزيادة، يعني بحيث إن إحنا إيه، عجينة زي كده أو توست أو فينو حاجة سريعة كده عايزين نعمل على طول تبقى متوفرة معانا، مش لسه نقعد نعمل تاني الصلصة بتاع البيتزا. خلاص بقى أنا حطيت على وشها الصلصة. أنا عايزة أقول لكم البيتزا دي أول حاجة اتاكلت طبعًا. الأولاد بيحبوها جدًا. دي بقى عندي جبنة أنا باشراها. الجبنة عشان تتبشر معاكِ بسهولة كده وتدّي البشر الرائع ده حطيها في الفريزر شوية. خلاص بقى أنا حطيتهم في الصينية وهاسيبهم برضه يرتاحوا لحد ما أكمّل إيه آخر قطعة معايا. وآخر قطعة دوّة اللي هو الفينو. معلش الكاميرا ما كانتش شغالة في الوقت ده. أنا برضه إيه قطّعتهم كده لدواير، وهارصهم برضه إيه هاعمل لهم شرايح كده رفيّعة. هي بالنسبة للفينو في حاجات معايا كان طويلة، أنا حبيت إن أنا أطوّل حاجات وحدات، وحاجات إيه صغيّرة شوية بحيث إن هو يدّيني بقى إيه وحدات طويلة ووحدات قصيّرة. أنا هافردها دي قدّامكم مرّة تانية، هافردها حلو كده بالطول، وهاحط فيها جبنة، وهالِف الحرف أيوه بالطريقة دي وأبرمها بقى كويس. خلاص كده أنا كمّلتهم وعملت فيهم تقطيعة السكينة ديّة. بعد بقى ما استووا كلّهم واتحطّوا في الفرن واستووا، طبعًا إحنا بنسوّيهم على 180. شوفوا بقى ما شاء الله ممتازة. ده الكرواسون اللي بالشوكولاتة. ودوّة الفينو الطويل معانا. في وحدات باقول لكم كان طويلة كده عشان تدّيني المنظر الجميل ده، ووحدات صغنّنة. ودوّة الميني بيتزا. شوفوا بقى طريّة جدًا ما شاء الله يعني خطيرة. والريحة بقى اللبن البودر ده بيدّيها ريحة فعلًا جميلة جدًا. ودوّة الفينو اللي هو المحشي بالجبنة، ودوّة البيني بيتزا. الصراحة العجينة دي ناجحة جدًا، جدًا معايا. ده بقى كمان التوست. التوست أنا فرحانة أوي إن هو ما شاء الله طلع مضبوط وجميل أوي. آآ هو طبعًا عشان لسه سخن شوية، فإيه المفروض نستنى عليه بس يبرد. شوفوا بقى الواحدة رفيّعة إزاي ومستوية جدًا، مستوية حلو أوي من جوّه مش معجنة ولا حاجة. طبعًا التوست بنستنى عليه شوية في التسوية، مش بيبقى تسويته سريعة زي البيتزا والحاجات دي. يعني تقريبًا من نُص ساعة لساعة إلا ربع حسب الفرن بتاعكم. وبندّي له كلّهم وش تحميرة. لو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك، وشكرًا للمتابعة.